في الحياة دايما كل خطوة وليها نتيجة، وكل قرار ليه تأثير، والمعطيات اللي حواليك مش دايما كاملة ولا حتى واضحة، وكل حركة لازم تبقى محسوبة. في أي لعبة ممكن تكسب وممكن تخسر، بس في ألعاب الخسارة فيها مش اختيار، وهو ده قانون اللعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الباشمهندس. أنا عايزك تتخيل معايا إن إحنا عندنا 2 حرامية، سيد وسيدة. البوليس طب عليهم وهم بيحاولوا يسرقوا بنك، واتحكم على كل واحد فيهم ب2 سجن. بس المشكلة إن الأدلة الجنائية ما كانتش كفاية عشان يثبتوا عليهم التهمة بالشكل الكافي، فالبوليس قرر يعمل حركة صايعة جدا، راح لكل واحد لوحده وعرض عليه إنه يعترف على زميله، وفي حالة إنه اعترف على زميله هنعتبره شاهد ملك في القضية وهيخرج براءة، وزميله هيشيل التهمة لوحده ويلبس 10 سنين. وفي حالة بقى إن هما الاتنين اعترفوا على بعض في نفس الوقت كل واحد فيهم هياخد 5 سنين، ولو هما الاثنين امتنعوا عن الرد كل واحد هياخد 2 سنين زي ما هو. الفكره ان كل واحد فيهم بيتسأل لوحده ومحدش عارف التاني بيفكر في ايه. تفتكر انت لو مكان سيد او سيده هتعمل ايه؟ هتعترف على زميلك ولا لا؟ خليني اقول لك ان الحل الامثل انك لازم تغدر بيه وتعترف عليه، لان في حاله ان هو ما اعترفش عليك هتخرج انت براءه وياخد ال 10 سنين كلهم، وفي حاله بقى ان هو اعترف عليك فكده هتاخد 5 سنين بدل ما كنت هتلبس 10. بس قبل ما تنزل تشتمني في الكومنتات وتقول ان انا بعلمك الغدر، خليني اقول لك ان دي معضله مشهوره جدا واسمها معضله السجين. المعضله دي بالرغم من بساطتها لكنها بتفهمك يعني ايه اصلا لعبه وازاي تبقى لعيب في كل الالعاب. علشان تفهم الموضوع ده خليني اشرح لك يعني ايه لعبه اساسا. اي لعبه في الدنيا بتحتاج ل3 عناصر اساسيه: اللعيبه اللي هيلعبوا قدام بعض، ودول في الحاله بتاعتنا هم سيد وسيده، وقواعد اللعبه نفسها واللي لازم كل لاعب يبقى عارفها كويس علشان يحدد الاستراتيجيه اللي هيلعب بيها ويطلع باكبر مكسب واقل خساره. وهو ده بالظبط اللي انا قلته لك، ان احنا لما فهمنا القواعد اللي حطها البوليس لسيد وسيده قدرنا نفهم ان احسن استراتيجيه تلعب بيها عشان تطلع باكبر مكسب واقل خساره هو انك تعترف على زميلك. والحاجه الثالثه بقى هي المكافاه اللي هتاخدها لما تكسب اللعبه، لان من غير مكافاه انت مش محتاج تلعب لعبه اصلا. اكيد يعني مش هحرق دمي على الفاضي. وعلى فكره مش لازم المكافاه تبقى ماديه، ممكن شويه دوبامين يطيروا في دماغك لما تكسب جيم بلاي ستيشن، او حتى تكسب صاحبك اللي عمال يعلم عليك في الرايحه والجاي. وبالتالي اول واهم قاعده في نظريه الالعاب بتقول لك انك لازم تلعب على انك تطلع باقل خساره ممكنه، وهو ده بالظبط اللي حصل مع سيد وسيده. فلو تخيلنا ان الاثنين بيلعبوا قدام بعض في جيم، فاحسن حل ليك لو انت مكان واحد فيهم انك تعترف على الشخص التاني، لانك يا اما هتطلع باكبر مكسب ممكن وهو البراءه لو كان التاني غبي وما اعترفش عليك، يا اما في اسوأ الحالات لو هو اعترف عليك هتاخد 5 سنين بدل ما كنت هتاخد 10. وده ياخدنا لتاني قاعده في نظريه الالعاب، انك لازم تبني استراتيجيتك بناء على استراتيجيه الشخص اللي بيلعب قدامك. وخلينا اديك مثال. تخيل ان سيد وسيده قواعد اللعبه اختلفت معاهم، البوليس راح لكل واحد فيهم وقال له قدامك حل من الاثنين: يا تعترف على شريكك يا ما تعترفش عليه. وبالتالي اللعبه بقى فيها 4 احتمالات: لو سيد اعترف وسيده اعترفت، سيده تاخد 4 سنين وسيد ياخد 8. ولو سيد اعترف وسيده ما اعترفتش، سيده تاخد 9 وسيد ياخد 3. يا اما لو سيد ما اعترفش وسيده هي اللي اعترفت، سيده تاخد 7 وهو ياخد 4. واخر حاله لو ما حدش اعترف، سيده هتاخد 2 وسيد ياخد 3. انا عايزك برضو تاخد بالك انك مش عارف الطرف الثاني هيتصرف ازاي، فحط نفسك مكان واحد فيهم وقول لي انت هتعترف ولا لا. علشان اجاوبك على الموضوع ده تعال نحلل الموضوع واحده واحده. الفكره ببساطه ان كل واحد فيهم لازم يدرس استراتيجيه الشخص اللي قدامه ويحاول يستغلها بحيث انه يطلع باحسن مكاسب ليه. يعني مثلا سيد هيبص على اختيارات سيده، لو سيده اعترفت فهو كده هياخد 8 سنين يا 4 سنين، فيقرر انه ما يعترفش. اما بقى لو سيده ما اعترفتش فيا اما ياخد 3 يا اما ياخد 2، وطبعا هو عايز ياخد 2 مش 3، فيقرر برضه انه ما يعترفش. وبالتالي احسن حل لسيد بغض النظر عن اختيارات سيده انه ما يعترفش عليها. بالنسبه بقى لسيده على الناحيه الثانيه فهي هتفكر كالاتي: هتقول لك دلوقتي لو سيد اعترف عليا، لو انا اعترفت هاخد 4 سنين ولو ما اعترفتش هاخد 9، لا يبقى انا كمان اعترف. طب لو هو ما اعترفش عليا يبقى هاخد 7 لو اعترفت و3 لو ما اعترفتش، خلاص يبقى انا كده اخد 3 وما اعترفش. وبالتالي لو بصيت على كل الاحتمالات وكل الاستراتيجيات اللي هم ممكن يلعبوا بيها فهتكتشف ان احنا وصلنا لنقطه هم الاثنين هيكسبوا عندها، وهو ان الاثنين ما يعترفوش على بعض، وساعتها سيده تاخد 3 سنين وهو ياخد 2 وخلصنا على كده. وده معناه انك لما تفهم استراتيجيه اللي قدامك وتحط نفسك مكانه ممكن تحقق مكاسب من المكاسب بتاعته، او على الاقل هتتفادى الخسائر اللي ممكن تجي لك بسببه. وبالمناسبه ده موجود كتير جدا وبنشوفه على ارض الواقع. يعني مثلا انت عمرك سالت نفسك ليه المحلات اللي بتبيع نفس الحاجه بتفتح دايما جنب بعض؟ تعال نتخيل ان احنا عندنا سيد وسيده، معلش اصل الناس دول هيتعاونوا معانا النهارده في الحلقه. سيد وسيده ربنا تاب عليهم وقرروا يفتحوا محلات قهوه، فسيد قعد واشتغل على المشروع وعرف ان في مدينه ما فيهاش ولا محل قهوه. تفتكر انت ايه احسن مكان سيد ممكن يفتح فيه محل القهوه بتاعه في المدينه دي؟ بديهي يعني هيفتحه في وسط المدينه، وده علشان يقدر يخدم على اكبر عدد من الناس في المدينه كلها.
طب سيدة تسكت؟ لا طبعا، قررت هي كمان تفتح قهوة في نفس المدينة. سيدة بعد تفكير كتير في الموضوع اكتشفت ان هي لو فتحت في اي حتة بعيد عن سيد هتشتغل على جزء صغير من المدينة، وبالتالي احسن مكان تفتح في المحل بتاعها هو في وسط المدينة برضه، بالظبط جنب محل سيد، وده علشان تقدر تشتغل على اكبر عدد من الناس في المدينة دي. وبعد كام سنة عمهم سيدهم خرج من السجن. ده كان حرامي ده برضه هندسة؟ لا يا عم، حرامي ايه، ده كان هجام قد الدنيا. المهم الراجل لما راح لسيد وسيدة لقاهم شغالين زي الفل، فعجبته الفكرة وقرر يفتح محل قهوة هو كمان. جيس وات، فتح المحل ده فين؟ لازق في سيد وسيدة. ولو جه واحد رابع وخامس وسادس قرر انه يفتح نفس المحل مش هيلاقي مكان احسن من انه يفتح جنبهم. ده غير بقى ان وجودهم جنب بعض هيخليهم يعرفوا يدرسوا استراتيجيات بعض في البيع، وبالتالي محدش هيعرف يغفل حد، لان لو حد عمل كده الكل هيعرف. وفي نفس الوقت السوق ده بقى مكان جذاب جدا لاي حد عايز يشرب قهوة. انا لو عايز اشرب قهوة هروح هناك لان هلاقي 50 واحد بيبيع قهوة، فاقعد انا بقى واختار القهوة اللي على مزاجي. تفتكر انت بقى الموضوع هيخلص لحد كده؟ لا طبعا. سيد وسيدة كان كل واحد فيهم بيجيله يوميا 200 شخص بيشربوا قهوة، وكوباية القهوة كانت ب 10 جنيه وتكلفة عمايلها 5 جنيه، وده معناه ان كل واحد فيهم بيبيع يوميا ب 2000 جنيه، يدفع 1000 في الخامات ويكسب 1000 جنيه. سيد بقى قرر يلعب الدنيئة وخلى ثمن القهوة 9 بدل 10، وده معناه انه بقى بيكسب 4 جنيه بس في الكوباية، وبالتالي علشان يكسب نفس ال 1000 جنيه اللي كان بيكسبها قبل كده محتاج يجيله 250 بني ادم، وده معناه ان سيدة بقى بيجي لها 150 بدل ما كان بيجي لها 200، وبالتالي هتكسب 750 بدل 1000. فاكيد سيدة مش هتسكت على الهبل اللي بيحصل ده، فتقرر تنزل بالسعر هي كمان عشان تحافظ على زباينها، فتاخد زباين من سيد وهو كمان يبدا ينزل السعر اكتر عشان ياخد منها زباين هو كمان، وهيفضلوا هما الاثنين ينزلوا بالسعر لحد ما يفهموا ان ما ينفعش ننزل اكتر من 5 جنيه لان كده هنبقى بنخسر، وبالتالي ما قدامهمش حل غير ان هما يقعدوا مع بعض يتفقوا على سعر يبيعوا بيه هما الاثنين. الكم مثال اللي انا لسه حكي لك عنهم دول بيتسموا في نظريه الالعاب بناش اكويليبريم، ودي باختصار هي النقطه اللي لازم كلنا نقف عندها عشان نطلع بافضل المكاسب الممكنه. لو احنا عملنا كده انت هتطلع باحسن مكاسب وانا هطلع باحسن مكاسب، ولو حد عمل عكس كده احنا الاثنين هنخسر. اللي هو لا هندسه، هو مين عم ناش اللي انت سائل عليه دلوقتي دي؟ ايه ده، هو انا ما قلتلكش العالم جون ناش ده هو اللي انا اصلا عمال احكي لك النظريات بتاعته؟ الراجل ده واحد من اذكى علماء الرياضيات في القرن العشرين، بس مش اي رياضيات، ده كان مخصص نفسه لدراسه وفهم الناس وهم بياخدوا قراراتهم. وفكره توازن ناش اللي هي اشهر حاجه عملها جات له وهو لسه طالب، والفكره ببساطه ان احنا لو معانا مجموعه من اللاعبين وكل واحد عايز يكسب اكبر قدر لنفسه، توازن ناش هو النقطه اللي عندها كل الناس هتكسب ومحدش هيعرف يحسن وضعه لو خد اي قرار لوحده. خليني اقول لك انك لو فهمت توازن ناش ده هتقدر تفهم تصرفات الناس اللي حواليك، ده مش بس كده، ده انت كمان هتقدر تتوقع تصرفاته. وخلينا اديك مثال بسيط، تخيل ان انتم كلكم قاعدين في البيت ماسكين الموبايلات وقاعدين على النت ومحملين على راوتر واحد بس، وانت قاعد تلعب العاب اونلاين وتتفرج على فيديوهات 4K، والناس اللي حواليك مش عارفه تبعت رساله واتساب حتى. تفتكر ان هم يسكتوا لك؟ هتلاقي راح ابوك قايم كده ومزعق، ايه مش عارف اقعد على النت انا عشان ابي فلوسي، طب اهو، ويروح ماسك الراوتر رازعه في الارض، وبكده كلنا خسرنا ومحدش استفاد بالنت خالص. طب والجيم اللي انا كنت لسه العبها هندسه احسن، عارف ليه؟ لان انت مش قاعد تتفرج على الحلقه بتاعتي، كان زمانك دلوقتي فاهم يعني ايه توازن ناش. الغلطه اللي انت عملتها ان انت ما راعيتش قواعد اللعبه اللي احنا كلنا متفقين عليها من غير ما حد ما يتكلم اصلا، وهو ان كل واحد يستخدم النت على قده علشان يكفينا كلنا ونطلع كلنا كسبانين. ده غير كده بقى انت ممكن تفهم حاجات بتحصل في السياسه والاقتصاد بسبب توازن ناش. يا عم بلاش، عندك مثلا في مارس 2018 ترامب طلع علينا وقال لك انا هفرض تعريفات جمركيه على الصين. ليه يا عم، ايه اللي حصل؟ قال لك هو كده، ترامب كان شايف ان المنتجات الصينيه ارخص بكتير من المنتجات الامريكيه، لا وكمان بتنافسها في الجوده، وفي سوق استهلاكي كبير جدا زي امريكا الناس بقت بتشتري المنتجات الصينيه بجنون، لدرجه ان العجز التجاري وصل ل 375 مليار دولار لصالح الصين. يعني امريكا بتشتري من الصين ب 375 مليار دولار اكتر من اللي بيبيعوا للصين، يعني من الاخر كده الصين عامله عليهم مصلحه ب 375 مليار دولار. الفكره بقى من التعريفات الجمركيه دي ان هي تغلي السلع الصينيه في امريكا، لان المستورد عشان يدخلها امريكا بيدفع عليها جمرك عالي، واكيد طبعا مش هيدفعوا من جيبه، كله على حساب المستهلك، فخلى المستهلك يضطر يلجأ للصناعه الامريكيه، وبكده يبقى ضرب عصفورين بحجر، ففرض تعريفات جمركيه بقيمه 50 مليار دولار وبعد كده زودها ل 200 مليار دولار. طبعا في وضع زي ده الصين ما ينفعش تسكت، لان سعر منتجاتها في امريكا زادت وبالتالي مش هتعرف تبيع زي ما كانت بتبيع في الاول، وده هيخسرها فلوس كانت بتجيلها، فكان لازم هي كمان تفرض تعريفات جمركيه على المنتجات الامريكيه اللي بتجيلها، وده كان بقيمه 60 مليار دولار. ايه ده، هم 60 مليار دولار بس؟ ده الثانيه فرض عليهم 200 مليار دولار. الفكره ان امريكا اقتصادها يسمح ان المواطن بتاعها يتحمل تعريفات جمركيه بالمنظر ده، انما الصين لا، ده غير ان حجم استيراد الصين اقل من امريكا، فكل واحد بيفرض تعريفات جمركيه بنسبه وتناسب على حسب هو بيشتري قد ايه. المهم يعني الناس دي اكيد فاهمه هي بتعمل ايه، وبالتالي هما الاثنين فارضين على بعض تعريفات جمركيه محدش يقدر ينزل عنها لوحده، اللي هينزل عنها لوحده هيخسر، واللي هيزود
يزود الطرف التاني لازم يزود قدامه عشان ما يخسرش، وده معناه ان عشان اي حد فيهم ياخد قرار لازم يعرف الطرف التاني، عشان خساره طرف معناها خساره الطرف التاني. وهنا بقى احنا وصلنا لنقطه توازن ناشئ اللي انا عمال احكي لك عنها من اول الحلقه. وعلشان ما اطولش عليك خلينا اديك مثال اخير. انت تعرف ان الحرب البارده كانت عباره عن لعبه كبيره؟ بعد الحرب العالميه الثانيه ظهر في العالم قوتين جداد وهي امريكا وروسيا، وكل واحده فيهم عايزه تثبت انها اقوى، ودار ما بينهم واحده من اطول حروب التاريخ وهي الحرب البارده. الحرب البارده كانت صراع ما بين القوتين في كل حاجه، مين اللي هيعمل تكنولوجيا احسن، مين اللي اقتصاده اقوى، والاهم مين اللي هيعمل سلاح نووي اكتر من التاني. بعد ما امريكا ضربت هيروشيما بدا الاتحاد السوفيتي بتطوير الاسلحه النوويه، وبدا سباق التسليح النووي ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي، لدرجه ان هما الاثنين كان عندهم ترسانه نوويه كافيه انها تدمر الكوكب 3-4 مرات على الاقل، والاجواء ما بينهم كانت متكهربه جدا. العالم كان هينتهي لو واحد فيهم فكر يدوس على زرار ويبدا الحرب. سنه 1983 كان في ضابط روسي اسمه ستانيسلاف بيتروف. الراجل ده كان مسؤول عن جهاز الانذار اللي بيشتغل في حاله ان امريكا قررت تضرب الاتحاد السوفيتي بالنووي، وكل شغله ان لو الجهاز ضرب يجري يبلغ القيادات علشان يرد هو كمان وتبدا الحرب النوويه. وهو قاعد يوم 26 سبتمبر وتحديدا في الميد نايت فجاه الانذار ضرب وبيقول ان في 5 صواريخ نوويه متجهه للاتحاد السوفيتي. اوبا، طب نعمل ايه؟ انا عايزك تحط نفسك مكانه، لو راح بلغ القاده بتوعه فعلا هيبقى قرار محدش ينفع يرجع فيه، ولو تجاهل الانذار هيبقى بيخون بلده وبيسكت عن تدميرها. افكار كتير متضاربه دارت في دماغه ولازم ياخد القرار في ثواني، وفي لحظه قرر انه يتغاضى عن الانذار ده ويعتبره انه انذار كاذب وما يبلغش حد. يمكن يكون فكر في ان امريكا مش هتضرب ب5 صواريخ بس وهم عندهم آلاف من الرؤوس النوويه، مش لعب عيال هو. بس بعدها بدقايق يجي له انذار ان في ترسانه من الاسلحه النوويه في اتجاهها دلوقتي للاتحاد السوفيتي. يا نهار ابيض، دي شكلها بجد المره دي. المفروض يبلغ على الاقل الاتحاد السوفيتي ياخد حذره وينقذ ما يمكن انقاذه، ولكن في موقف بطولي غريب قرر انه يتغاضى عن الانذار للمره الثانيه وما يبلغش حد. والحمد لله انه فعلا كان انذار كاذب، والا كان زماننا دلوقتي مش موجودين اصلا. في اعتقادي اللي عمله بيتروف ده هو احسن مثال نقدر نعبر بيه عن توازن ناشئ. ان انا قدامي خصم انا مش عارف هو بيتصرف ازاي ومش عارف هو بيفكر في ايه، بس علشان انا عارف ان الخصم اللي قدامي ده اكيد بيفكر بالمنطق فهقدر اتوقع تصرفاته. ان اكيد امريكا مش هتضرب الاتحاد السوفيتي بالنووي مهما حصل، لان ببساطه هي كده مش بتدمر الاتحاد السوفيتي بس، هي كده بتدمر نفسها هي كمان. وساعتها ندخل في ما يسمى بالميوتشوال اشور ديستراكشن، ان احنا الاثنين وجودنا معتمد على بعض، فنفضل احنا الاثنين مسيطرين على نفسنا ومحدش ياخد قرار في حق التاني لانه هيأثر علينا احنا كمان. والاتفاق ده مش لازم يقعدوا مع بعض يتفقوا عليه، لا دي حاجه بيعملوها بالمنطق والفطره. وعلشان كده اي حاجه انت موجود فيها ومعاك اشخاص تانيين لازم تدور على الاستراتيجيه اللي هتحقق لكم توازن ناشئ. وزي ما انت شفت كده توازن ناشئ مش بس موجود في الالعاب، لا ده كمان موجود في السياسه والاقتصاد وفي معظم المواقف اليوميه اللي بتحصل معانا كل يوم. وطبعا مش كل مره لازم تلاقي توازن ناشئ، زي معضله السجين اللي احنا لسه قايلينها في اول الحلقه. هنا بقى كل طرف لازم يدور على مصلحته، وساعتها زي ما قلنا كل واحد هيلاقي ان مصلحته انه يعترف على الشخص الاخر. الفكره ان انا عايز اي حاجه تكسبني اللعبه، ولو مفيش طريقه تكسبني غير ان اتفق مع الشخص الاخر خلاص هعمل كده، المهم ان انا اكسب. وده اصلا هدف اي لعبه بتتلعب عموما. ومن ضمن برضو الاستراتيجيات اللي الناس بتستخدمها هو الاعتماد على تاريخ المنافسه ما بينهم. وعلشان تفهم الفكره دي تعالى لعبك دور طوبه ورقه مقص. يلا جاهز؟ طوبه ورقه مقص، طوبه ورقه مقص. النتيجه اللي حصلت انك يا اما خسرت دور وكسبت دور يا اما كسبت الدورين. وتعالى بقى اقول لك انا عرفت منين. في تجربه المجموعه من العلماء الصينيين جابوا 360 طالب خلوهم يلعبوا اللعبه دي لمده ساعتين، واكتشفوا حاجه غريبه جدا. اكتشفوا ان اللاعب اللي بيكسب بيفضل يكرر نفس اللعبه اللي كسب بيها، واللي بيخسر هو اللي بيغير. يعني لو خسر من طوبه غالبا هيلعب ورقه المره اللي بعدها. وده يفهمنا حاجه مهمه جدا في نظريه الالعاب، ان المخ البشري هيميل انه يلعب بنفس الاستراتيجيه اللي بيكسب بيها كل مره، ومش هيلجا انه يغير الا لما يخسر بيها. عندك مثلا الموسم اللي فات ما بين برشلونه وريال مدريد. برشلونه كسب ريال مدريد في ال4 مواجهات بنتائج كبيره وخد منهم الثلاثيه المحليه. هانز فليك لعب لعبه بسيطه جدا، هو عارف ان الريال عنده هجوم سريع جدا وما بيهزرش قدام الجول، وفي نفس الوقت دفاعه ضعيف وما بيعرفش يستحوذ على الكوره. قال لك بسيطه، احنا نعمل مصيدة تسلل نوقع بيها المهاجمين المندفعين بتوعهم، وبكده يبقى امنا الدفاع، وفي نفس الوقت نضغط على المدافعين وما نخليهمش يعرفوا يطلعوا بالكوره لنص الملعب، فالكوره تطلع اي حاجه ناخدها احنا ونجيب بيها جول. وكانت النتيجه انه جاب 16 جول في موسم واحد ووقعهم في 25 حاله تسلل، كلهم كانوا فرص محققه ومعظمهم اوفسايد على الشعر، وكان منهم 12 حاله تسلل في ماتش واحد. يعني الخطه دي لو كانت فشلت كان زمان برشلونه هو اللي خرج بفضيحه، وانشيلوتي كان زي ما هو. هانز فليك يفتح له الخطوط ويطمعه، فانشيلوتي يطمع ويخسر الماتش، وفضلوا ال4 ماتشات على الحال ده. وعلشان كده بقول لك ان لو حد لعبك باستراتيجيه وكسبك بيها غالبا هيلعب بيها المره اللي بعدها. موضوع نظريه الالعاب ده موضوع كبير جدا، ويمكن كمان نبقى نتكلم عنه في حلقات تاني قدام. بس اللي انا عايز اقوله ان دراستنا لمواقف وتصرفات
تصرفات الناس اللي حوالينا حتى لو احنا مختلفين مع ايديولوجياتهم دي مهمه جدا. مش معنى ان انا ضدهم ان انا اقول لا مش عايز اسمع عنهم حاجه، انت لازم تفهم تصرفاتهم ودوافعهم اللي بتحركهم، والا هيغلبوك مره واثنين وثلاثه والف بنفس الفكره كل مره، وهو ده اللي هم عايزينه اصلا، انك ما تبقاش فاهم ايه اللي بيحصل. وعلشان كده انا عايزك تفضل فاهم كل حاجه، وتعمل ايه كمان؟ تدوس على اللايك وتشترك في القناه، ولحد ما اشوفك تاني خليك دايما فاكر ان انت فاهمان.